النهارده هاقول لك على أحسن استراتيجية ممكن تنجح بيها في الاستثمار وأنت جاي تستثمر في عقارات دبي. التخطيط للمعركة يبدأ قبل البداية من كتاب فن الحرب، بسبب إن معظم المستثمرين العقاريين ما بقوش قادرين يحصلوا فرص حلوة في المشاريع البريميوم. احنا بقالنا سنتين أو 3 على الوضع دوت، بسبب الديماند العالي والزحام الشديد في المشاريع البريميوم. ما بيكونش قدامنا فرصة غير إن احنا نروح نشتري في المشاريع الكلاس بي أو الكلاس سي. بس احنا سهلنا لك الأمر ده. لو كنت ناوي إنك تشتري عقار في دبي أو تستثمر في عقارات دبي، تحقق منها أرباح 50% صافي سنويا على رأس المال المستثمر، أو لو أنت كنت فليبر وعاوز تستثمر في مشروع يعمل لك كابيتال ابريشيشن يوصل ل 100% على رأس المال المستثمر. وعشان ما تكررش نفس الأخطاء اللي معظم المستثمرين بيعملوها، وبسبب إنهم بيضيعوا من إيديهم فرص ممتازة في الاستثمار في المشاريع البريميوم، لازم تكون مرتب للموضوع قبلها بفترة كبيرة، وحاطط عينك على المشاريع المستقبلية اللي هتنزل خلال الست شهور اللي جايين، ومرتب ده مع المستشار العقاري بتاعك. لو محتاج أي مساعدة من النوع ده ممكن تتواصل معانا. مع السلامة.